بروح آبائكم. تمام. يقول عني وحاربها الإرهاب. من خلق الإرهاب؟ تدرون أولادي في هاي السنوات قبل ما تشتد هاي حالة الإرهاب أهملت الحدود، حدود العراق أهملت. كان حارس في الحدود يخبر قاعدين في قصر صدام يابا جاي هذا بل أسلحة جاي تعبر إلى العراق، وكذلك إرهابيون يعبرون. قال ما عليك، ما عليك. شنو ما عليك؟ زائر الحسين من خارج ما يجي إلا بالجواد والفيزا وكفالات من شركات. تمام. والإرهابيين يفوتون بعجلاتهم بلا جواز. أنت تحارب الإرهاب. ها؟ أول هذول الإرهابيين يلقي القبض عليهم كانوا في المحافظات. أول لما هم كلهم في بغداد، في سجون بغداد. يا قاعد على رئاسة الجمهورية وقع عليهم على تنفيذ. ما يوقع لكن على الإرهابيين ما يوقع. أهملت السجون، أهملت 5 سجون في بغداد، أهملت إلى أن فر الإرهابيون يمينا وشمالا. منطقة السجون كان أهل المنطقة يعلمون حتى الأطفال فلان يوم أكو هجوم على سجن لإطلاق سراح مسجونين مجرمين. أنت قاعد في قصر صدام ما تدري. مخابرات بيد من؟ هو. وزارة الدفاع بيد من؟ هو. خزينة الدولة بيد من؟ هو. وزارة الداخلية بيد من؟ هو. كل بيدك وأنت ما تدري. أكو هجوم على هذا على السجون. وليكشي يقول الشعر العربي: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أهملت السجون. بروي آبائكم بلغني حتى أسماء بعض المجرمين كان قتل بيد بمسدس مالتي أكثر من 100 شيعي، أخذوا منه 100 دفتر وأطلقوا خلوه يشرب من السجن. يعني رغبة الشيعي بالدفتر. عندي قطرة الدم العراقي البريء غير المسلم الشيعي وغير شيعي البريء. عندي قطرة الدم هذا أثمن من مجموعة شمسية كلها. أنت دفتر، أنت تحارب الله. قال قبل ما تبدأ هاي حملة مزعومة هذا في الأنبار خلال 7 خلال يوم. ايش قالوا صار؟ 4 أشهر. يوم مالتك ما انتهى. ما انتهى. هذول جنود قلت أنتم تدافعون عن العراق، دافعوا، لكن قيادة فاسدة. والله يشهد بعض الجنود يبكي: شيخنا شي تؤمرني ألقي نفسي من الجبل ألقي، لكن ضباط لما أريد أقتل إرهابي يقول لا تقتل، إن قتلت سوف أقتلك. ضباط ما في. ثم هوسر هناك هذا لشد سوء القيادة، سوء التخطيط. هذا وهوسر الجنود بالمئات. هذا وخلص عندهم عتاد، خلص عندهم أكل، ماي للشرب، خلاص عندهم يتصلون بقصر صدام: أرسلنا ماي والعتاد. بلا شي تدوش يجاوبهم: دبر عمرك. بلا الجندي بالمعركة دبر عمره. نتيجة حوسروا وذبحوا وتعاش مثل أصحاب الحسين. ذبحوا بقطع العنق. بس وجبة واحدة أكثر من 300 جثة مقطوعة الرأس وصلت بالدبل عندي في بغداد. أنت تحارب الإرهاب. الآن يريد يداهن مثل صدام كان سوى دائما. لأن بنية تحتية، حجة بنية تحتية. كم